السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل قطايف القرطاس او القطايف الكونو بحشوة الكريمة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا هتعجبكم ان شاء الله. مفيش رمضان يعدي علينا غير لما نعمل فيه القطايف. يلا نسمي الله ونشوف القطايف الجميلة دي هنعملها ازاي. جبت نص كيلو من القطايف، لازم تكون طازة وتأكدي ان هي طازة، لانك لو جبتيها مبيتة هتتكسر معاكي وتتفرفت وتتهري ومش هتعرفي ان انت تقفليها، وتبقى مش حلوة خالص معاكي. لازم تكوني متأكدة ان هي طازة. هات القطايف الصغيره العصافيري دي، تبقى جميله جدا معاكي في طعمها وفي التقديم كمان. حاجه كده شكلها شيك لما تيجي تقدميها. هنبتدي ان احنا نقفلها كده زي القرطاس. طريقتها سهله وبسيطه جدا. شفتي علشان هي طازه بتتقفل معاكي بسهوله، لكن لو مبيته استحاله ان هي تتقفل معاكي بالشكل ده. خلصنا الكميه بتاعتنا كلها، نص كيلو عمل معانا كتير قوي. نبتدي بقى نروح للطاسه ونشوف هنقليها ازاي. ما تكتريش زيت كتير قوي في الطاسه عشان ما تهدريش منه. الزيت بتاعك لازم يكون سخن ما يكونش بارد، عشان القطايف بتاعتك ما تنشفش منك. في ثواني هي بتاخد اللون، تديك اللون الذهبي الفاتح دوت، تروحي قلباها ومطلعها على طول. لو طولت عليها في الزيت هتغمق منك وهتنشف فتبقى مش حلوه خالص معاكي. نبتدي ان احنا نطلعها ونصفيها على مناديل المطبخ. بصي لونها جميل جدا، اللون الذهبي الفاتح الحلو ده. هنعمل رصه كمان لغايه لما نخلص القطايف بتاعتنا كلها بنفس الطريقه. هنسيب القطايف بتاعتنا لغايه لما تبرد معانا تماما، وبعدين نحطها في الشربات يكون بارد معانا برده تماما. ما تحطيش القطايف في شربات وهي سخنه، او ما تحطهاش في الشربات برده هو سخن. لازم تكون القطايف بارده والشربات بارد عشان ما تطراش منك. هنصفيها كويس جدا من الشربات ونحطها برده في مصفى علشان نتاكد ان احنا صفينا كل الشربات اللي فيها. بصوا الشربات بتاعنا مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، يكون الشربات الوسط. الشربات بتاعنا عملناه ازاي؟ حطينا كوبايه ونص من السكر على كوبايتين من الميه. ما تحطيش ايدك فيه خالص لغايه لما السكر يدوب معاكي تماما. ما تقلبيش فيه اي معلقه عشان ما يسكرش منك. بص المصفى بتاعتنا لما صفت في الطبق برضو نزلت شويه من الشربات. لازم تكوني متاكده ان القطايف بتاعتك ما فيهاش ولا نقطه شربات، عشان لما تيجي ان شاء الله تحطي فيها الكريمه ما تلاقيهاش تنقط منك وتبهدلك الدنيا. هنبتدي نجهز الكريمه بتاعتنا. جبت كوبايه من الكريم شانتيه الخام المتحده، بيبقى حلو جدا في الكريمه. هنحط عليها معلقتين كبار من السكر البودر، وهنحط عليها حوالي نص فنجان صغير من الميه المتلجه. ممكن تستبدلي الميه المتلجه بالحليب المتلج. هنضرب الكريمه كويس جدا لغايه لما تتقل معانا. عايزين الكريمه بتاعتنا تكون تقيله، ما تكونش خفيفه ولا متوسطه، عايزينها تقيله عشان تمسك نفسها كويس جدا واحنا حاطينها جوه القطايف. هنحط الكريمه بتاعتنا في قمع ونبتدي اللي احنا نحشي بيها القطايف بتاعتنا. هنزوقها من فوق كده بشويه من الفول السوداني، بشويه من جوز الهند، اي مكسرات عندك. ممكن تسيبيها ساده زي ما هي كده حسب ما انت عايزه. حطيها في التلاجة بقى عشان الكريمه تدنها ماسكه نفسها، وقت ما تعوزي منها تطلعيها. شكلها شيك جدا في التقديم وبرده طعمها حلو قوي. خلاص خلص معانا الفيديو كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسي لايك واعملوا مشاركه للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.